بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بحضراتكم في فيديو النهارده ان شاء الرحمن 31/5/2023. اللهم لك الحمد. جالنا شغل كتير جدا وموديلات كتيره جدا، فانا عشان ما لخبطش الناس احنا لسه ما زلنا شغالين فرز وتست بالنسبه للشاشات ال 27 الاي بي اس 2 كي الفريمليس لشغل الايديت والجرافيك. في حاجات جت 75، مفيش اعلى من 75 هرتز. تمام. رقم واحد انا هقول الاسعار بالموديلات بالفرز بالضمان الثلاث شهور تيست استبدال خارج الخط والضمان، عشان عندنا مشكله في القصه دي على الفيسبوك دلوقتي. اللي خد شاشه وجات لها خط بعد مثلا مش عارف شهرين ثلاثه زعلان وعامل لي قصه كده. طيب رجاء يا اخوانا، رجاء اسال على الشاشات بالمواصفات والموديلات والاسعار والفرز والضمان. لو في 50 جنيه بره هو اولى مني. هتلاقي عندي اسعار ارخص من بره وهتلاقي عندي اسعار اغلى من بره. تمام كده. انا عودت الناس على الشغل بما يرضي الله. لو لقيت ارخص مني في نفس الموديل والمواصفات والاسعار الزبون اولى بيها. طيب انا مش هعرف اعرض كل الشغل النهارده، انا هخلص الشغل اللي اتعمل له تيست واتفرز واتسعر، ومش انا اللي بسعر. الناس اللي طالع عينها والله العظيم وبقى لها شهور مستنيه وبتدفع فلوس ومسافره تجيب شغل هي اللي مسعره. لا تقول يا ابو مريم خلي الاسعار لما تنزل الاسعار خليك حنين شويه. اقسم بالله ما بمزاجي، والله العظيم ما انا لا بسعر ولا بمزاجي. طيب معلش بس لازم انبه الكام تنبيه دوت. بسم الله نبدا. الشاشات ال 27 بوصه اي بي اس 2 كي فريمليس اس ار جي بي 99 كلهم 60 هرتز و75 هرتز. في حاجات ما فيهاش تايب سي وفي حاجات فيها تايب سي. انا عشان ما توهش الناس انا هعرض حاجات قليله، مش هعرض كل الشغل طبعا. ما شاء الله عندي اكتر من 20 موديل 27 2 كي فريمليس. تمام كده. هبدا باقل حاجه. مع العلم الشاشات اللي انا عارضها في الفيديو القديم الفرز الثاني بسعرها زي ما هي، التكلفه الجديده غصب عني. اول حاجه بسم الله الجوجل بي 27 18 سي جوجل اي بي اس فريمليس 2 كي اس ار جي بي 99%. فيها اتش دي وفيها ديسبلاي وفيها تايب سي. الفرز الاول بضمان 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورده خارج الخط والكسر. الفرز الاول ب 4000 جنيه بالكابلات. الفرز الاول ب 4000 جنيه بالكابلات. عندك فرز تاني انت عارضه من كام يوم؟ موجود عندي فرز تاني لغايه 3000 جنيه بالاسعار القديمه. ادي الاسعار الجديده. طيب اتش بي زد 27 ان جي 1 27 بوصه اي بي اس 2 كي اس ار جي بي 99%. كام؟ قالوا لي كام؟ 3750 3750 بالكابلات ما فيهاش تايب سي. اتش بي زد 27 ان دي جي 1. الجي 2 تفرق عنها متغيره في الشكل 75 هرتز اصدار حديث فيها مخارج تايب سي. الجي 1 تختلف، معلش بقى اعذرني، الجي 1 تختلف عن الجي 2 ان الجي 1 دي 60 هرتز ما فيهاش تايب سي. الجي 2 اهي تختلف عن الجي 1. ده اكتر سؤال بتسأله في السوشيال ميديا، تختلف في ايه الجي 1 عن الجي 2؟ وطبعا للاسف الجي 2 ما جاياش بالقاعده الاصليه. معلش يا مدير هتقرب مني كده. ادي الجي 2 مختلفه عن الجي 1 في الشكل. اول حاجه الاصدار بتاعها احدث بسنتين ثلاثه. ادي الجي 1 ادي الجي 2 60 هرتز 75 هرتز. فيها مخرجين تايب سي، دي ما فيهاش تايب سي. الفرز الاول 3750 من دي بالقاعده والكابلات. الفرز دي 4500 الفرز الاول بالقاعده والكابلات. طب للاسف جايه بالقاعده الاصليه، والله من غير القاعده الاصليه. دي مشكلتنا في الشاشات اللي بتيجي الكبيره. تمام. ان هي معظمها ما بيجيش بالقاعده الاصليه، بس بيطلع معاها اما شاشه اما قاعده هيدروليك كده اهو. وفيه الحامل اللي هو المعدن المتحرك بس هيزيد 200 جنيه عن الحامل ده. الشاشات اهي. ادي الجي 2 75 هرتز وادي الجي 1 60 هرتز. دي فيها تايب سي، دي ما فيهاش تايب سي. مخارج 2 ديسبلاي واتش دي ودي في اي وميني ديسبلاي. ده الزد 27 ان الجي 1 والجي 2 3750 الفرز الاول. في لغايه 3000 فرز تاني. ايه الفرز التاني؟ فيه سكريتشات. طيب الجي 2 هاخد بالترتيب.
اي بي اس فريمليس 8 بت اس ار جي بي 99%، 75 هرتز فعلي، فيها كل المخارج مع تايب سي داتا وتايب سي شحن. الفرز الاول بالقعده والكابلات 4500 بضمان 3 شهور. انا عمال اكرر اهو الضمان ال3 شهور. خليك زي ما انت. هجيب الحامل المتحرك. الحامل المتحرك المعدن اللي مش هياخد حامل قاعده مع الشاشات دي هيدفع فرق وياخد حامل المكتب. الدراع ده كله معدن، ده بيشيل اي وزن هيشيله، متحرك جميع الاتجاهات. عايز تنزله تحت شويه، كان في حد يقول لي معلش وريهولي اهو، بس كده. طب هو بكام؟ ده اصلا ب 375. بعد الجي 1 والجي 2 نخليهم بالترتيب. الجي 3 اهو. الجي 3 بكام؟ تعرفش ليه بكام؟ ما قالوليش. حوالي 5.5، حوالي 5.5 تقريبا. دي بص القعده اهي مش بتاعتها، هم مركبين قعده 7، دي اللي جت عليها بنفس اللون، جايه حلو. اتش بي زد، لا اسف دي مش زد، زد 27 يو جي 3 ماشي. لا دي زد عشان في يو وفي زد وفي حاجات كتيره قوي، فاحنا بنقول خلي بالكم من الارقام، لان الارقام بتدينا شاشه ثانيه خالص. دي الزد 27 يو جي 3 برضو 2K اي بي اس فريمليس اس ار جي بي 99%، كل المخارج فيها التايب سي وفيها الديسبلاي والاتش دي ام اي والمنيو بتاعها. طبعا الشاشات في بعض الموديلات فيها ايه اتش دي ار 10 في الالترا شارب، بس ما حدش طلع الترا شارب، مش مشكله. تقريبا من 5.5 ل 6، والله متاكد من سعرها. هم عملوا لي ورقه وانا ما اتاكدتش قوي من الورقه. طيب دي بالنسبه للجي 3. طيب اتش بي اي 27 اي 27 يو جي 4، ارقام كتيره قوي والله العظيم اهي. يا الله، اصدار 21 ماشي. اتش بي دي اصدار 21. اتش بي اي 27 يو جي 4 تايب سي وديسبلاي واتش دي اي بي اس فريمليس 2K اس ار جي بي 99%. دي 4.5، دي 4.5 بسعر الجي 2 بس 60 هرتز، دي تقريبا مش 75. 4.5 يعني دي هي اللي غاليه، دي اغلى واحده فيهم. انت عارف 5.5 ولا 6؟ استاذ محمد هو اللي مسعر الشاشه. خلصنا الجي 3، خلصنا الجي 4. اللينوفو عندي الداش 10 والداش 20 كلهم قريبه من بعض. بي 27 اتش داش 10 تايب سي 2 ديسبلاي 2 اتش دي ام اي. قالوا لي كام؟ قالوا لي 4250 تقريبا 4250. اتش بي اسف لينوفو بي 27 اتش داش 10 2K اي بي اس فريمليس اس ار جي بي 99%، تايب سي وديسبلاي واتش دي ام اي. الفرز الاول بالقعده والكابلات دي 4250. طيب الداش 20 نفس المواصفات بس احدث وفيها سماعات، قالوا لي تقريبا 4600. 4600 بالقعده والكابلات. وبرده موضوع القعده دي، انا جبت الحامل اللي هو المعدن. لو القعده عشان معظم القواعد مش جايه مختلفه او مش عاجبه العميل، ممكن يغيرها بالحامل اللي هو المعدن ويدفع فرق. بي 27 اتش داش 20 برضه تايب سي، سماعات، اتش دي ام اي، ديسبلاي. تمام كده؟ كده الداش 10 والداش 20. نسينا خلاص مش مشكله. نسينا طبعا في كتير، لسه في شغل كتير، لسه في ايسر وفي فيوسونيك وفيه اسوس. بس اسوس مفيش حاجه فيه برو ارت خالص. الاسوس كله جه بفريم، مفيش فيه برو ارت. كل عمال يسال على برو ارت، والله ما جه ولا قطعه برو ارت. في حاجات بقى ده الفريمليس. لسه كمان في ديل يو 27 17 دي، يو 27 19 دي سي اللي فيها تايب سي تقريبا ب 4.5 ولا 4750. عموما هم ما زالوا شغالين وبيعملوا في الورقه بيكتبوا الاسعار في الورقه. تمام كده؟ فمعلش بقى كفايه كده دول، الناس واقفه بره، معلش كفايه كده دول 10 موديلات ولا حاجه. تمام اللي احنا عرضناهم. وبعد بكره اعمل لكم فيديو تاني لسه في 32 ولسه في 27 4K. طب ال 27 ال 4K اللي جه فرز تاني
اللي جه 27 بوصه اتش بي زد 27 ان جي 2 4K اللي جه فرز تاني في حاجات من 6 ل 6 ونص. اللي جه بقى اهم حاجه جت بفريم في ال 4K جالي زد اكس. انا دي الزد اس هي نفس الشاشه بس في منها الزد اس والزد اكس. الزد اس اسعارها القديمه للاسف غاليه 5 ونص، الزد اكس تقريبا ب 6 او 5 750 برضه لسه هعمل لها ورقه. احنا عملنا مقارنه والناس كلها تقول لي طبعا ايهما افضل؟ والله الافضل الزد اكس للامانه. انا عندي ولما ما كانش فيه زد اكس كنت بقول الزد اس موجوده بس الزد اكس هي اللي اعلى. زد اكس هي اعلى عشان دريم كلر تمام، تمشي مع ال جي وتمشي مع الجي 2 الفريملس ال 4K تمام كده ماشي. وفي حاجات بقى الترا وايد، اللي بيسأل على الترا وايد ما جالناش حاليا غير 29 بوصه الترا وايد 2K اي بي اس اللي هي الان اي سي البطل الياباني. دي 29 بوصه الترا وايد سماعات وكل المخارج اي بي اس. في ناس بتوزع بتشغل الشاشه ممكن بتتقسم بقى، اقسم اشغل هنا حاجه هنا حاجه. في ناس بتدور على الالترا وايد دون عشان خاطر ترمي كذا حاجه على الشاشه. دي 2K اي بي اس بفريم فيها كل المخارج وفيها سماعات، دي عامله 3 ونص. الموديل اسمه ايه؟ طبعا دي المالتي سينك اي 29/4 WMI. دي البطل الياباني اللي احنا بقى كنا بننزل منها ال 24 وال 27 وهكذا تمام. في شغل تاني كتير. قول فيه لسه في وقت؟ لا خلاص كده تمام كفايه كده خلاص مش كفايه كده معلش. بس انا عملت الفيديو عشان الناس اللي عايزه الاسعار، ودي اهم حاجه واكتر حاجه جاي منها شغل. ال 27 ال 2K الاي بي اس الفريملس الاس ار جي بي 99%. فرز الاول من 3750 لغايه هي دي اغلى حاجه. سعرها هي اغلى رغم ان الجي 4 احدث منها بس هي دي اغلى حاجه فيهم. معلش لو انا شغل كتير ومواصفات كتير جدا وارقام كتير فانا مش عارف اقول كل حاجه. ان شاء الله اعمل لكم فيديو بكره تاني بحاجات غير دي. يعني الموديلات دي 27 2K في تاني، في ايسر وفي سونيك وفي لينوفو وفي الديل الالترا شارب. فمش هينفع ان انا لو عملت فيديو بالشغل كله انا عايز فيديو 3 ساعات. اسف لو كنت طولت عليكم واشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.